اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. متابعين الغاليين، النهارده هنعمل مع بعض كده فطير فلاحي. مكوناته سهله وبسيطه. ده الدقيق بتاعنا، حطينا عليه رشه سكر وجبنا الميه، حطينا عليها شويه ملح قليلين، برضو رشه ملح. يعني الكميات المقادير بتاعته سهله وبسيطه، كميات قليله. يعني احنا عاملين كميه قليله زي ما انتوا شايفين كده. حطينا الدقيق، ما حطيناش عليه غير رشه الملح ورشة سكر. رشة السكر حطيناها على الدقيق، والملح دوبناها في المية، وبعد كده ننزل بالمية واحدة واحدة، وهنعجن قدامك واحدة واحدة زي ما انت شايفة كده. بعد ما نعجنها هننزل بيها على الطبلية، ونحط دقيق ونظبطها ونعجنها. العجينة بتاعتنا عايزينها كده يبقى لها عرج كده وبتمط معانا زي ما انت شايفة كده. نزلنا بيها على الطبلية كده وحطينا رشة دقيق، ونزلنا نعجنها ونظبطها معاكي. انتوا عارفين العجين في الشتاء حلو. الواحد يعجن كده ويخبز في البيت، يدفي البيت كده، وحاجة تدي طاقة إيجابية، وحاجة حلوة في الشتاء وبتدفي وبتوفر. حاجة بتنفع معاكي في الفطار، تنفع معاكي في العشاء. يعني في العشاء ممكن تحطي معاها عسل وجبنة وتتعشوا منها. شاي بلبن. في الفطار ممكن شاي بلبن، عسل وجبنة، أي حاجة بتمشي كفطار وكعشاء. سيبناها ارتاحت 10 دقايق بعد ما عجنا العجينة. سيبناها ارتاحت 10 دقايق، وانتوا شايفين شكلها بعد ما ارتاحت. شايفاها بمط فيها وبوريك ان هي كده ارتاحت خلاص. جهزنا حاجتنا، حطينا صينية كده فيها دقيق، جهزنا العود بتاعنا، وكده هي ارتاحت 10 دقايق وتمام. سيبيها، هنريحها مرتين. دي المرة الأولانية ريحناها 10 دقايق. بقولك ان انا هنا هبدأ اقطع فيها، بس كنت ماسكة التليفون وبصور بإيد واحدة فما كنتش عارفة اقطع. دلوقتي هبدأ اهو، مسكت التليفون لاختي وهبدأ اقطع. بقولك ان انتي هتبدأي تكوريها كده ونحطها على الدقيق عشان ترتاح تاني مرة. يبقى كده ريحناها مرتين. اول مرة بعد ما عجلنا على طول نسيبه ترتاح 10 دقايق. تاني مرة بعد ما نقطع الكمية كلها هنبدأ نحطها على الدقيق ونسيبها ترتاح 10 دقايق تاني. زي ما انت شايفة كده، انا بوريكي طريقة التقطيع. بقولك تعمليها كده زي السرة او زي الكورة. هتبدأي تاخديها بين صابعك الاتنين، صابعك ده وصابعك ده كده، وتروحي عاملاها كده زي السرة. شايفة كده بين ايديكي، طلعيها كده. بعد كده تكوريها تاني كده تبقى كورة، وتحطيها على الدقيق، ونخلص كل الكمية ونسيبها ترتاح 10 دقايق. زي ما انت شايفة كده خلصنا كل الكمية وجرسناها معاكي، او قطعناها. احنا بالفلاحي نقول جرسناها، يعني هي قطعناها كلها كده وحطيناها على الدقيق. بعد ما قطعناها كلها هنسيبها 10 دقايق. بقول لكم كده هنسيبها 10 دقايق ونرجع تاني. هنبدأ بعد كده نحط الطبلية بتاعتنا. نبدأ نحط دقيق ونعمل كده، نبدأ نرج معاكي واحدة واحدة. انا جبتلك الرجاجة كاملة، صورت الرجاجة من اولها لاخرها عشان اللي عايز يتعلم الرج يبقى يمشي معانا خطوة خطوة. زي ما انت شايفة كده واحدة واحدة. بنحط دقيق، بعد كده بنمشي واحدة واحدة معاكي. بصي، بنبدأ من اول صوابعنا كده من فوق لغاية تمشي كده لغاية ايه كفة ايدك من تحت. بس تبقي بتخفي ايدك كده، تبقى ايدك خفيفة على العجينة، ما تدوسيش كده وتخليها تلزق في العود او في الطبلية، لا، تبقى ايدك فوقيه كده خفيفة. زي ما انت شايفة كده واحدة واحدة. وكل مرة بنلف، شايفة بلف الرجاجة كده واروح جايبة العود الناحية التانية، بلف. يعني كل مرة باخد اتجاه مختلف في الرجاجة عشان تطلع معايا مدورة، لان لو كل مرة لفيت نفس الاتجاه هتطلع معايا الرجاجة او الفطيرة، هتطلع معايا طويلة طول او مربعة، او هتطلع شكلها يعني مش لطيف ومش حلو. لو عايزة تتعلمي ابدأي معايا، حتى لو عملتي كوباية ولا كوبايتين دقيق اتعلمي فيهم. يعني اعملي رجاجة واحدة او رجاجتين كده اتعلمي فيهم. هي الفطيرة الفلاحي دي بتاخد رجاجتين، الرجاجة اللي انت شايفاها دي. فانت لو عملتي كوبايتين دقيق وتتعلمي فيهم كده، اعملي لك فطيرة ولا فطيرتين اتعلمي فيهم. واحدة واحدة، مش من اول مرة الرجاج بيطلع معاكي يعني من اول مرة. بس كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنعلم بعض. كلنا واحدة واحدة كده
نتعلم زي ما انت شايفة كده. كل مرة بنحط دقيق ونعدلها الناحية التانية، وناخد من ناحية مختلفة ونلف على العود كده، ونبدأ نفرد تاني زي ما انت شايفة كده. بنلمها على العود ونرجع نفرد الناحية التانية وناخد ناحية مختلفة. شايفة؟ ركزوا في الخطوات دي، هيطلع معاكي الرجاج مظبوط وزي الفل وهيعجبك خالص. دي طريقة الرجاج العادية يا بنات، ان انت ممكن تطيبيها تعمليها رجاج ناشف، او تطيبيها وتعمليها رجاج طري، او ترشيها وتعمليها فطير زي ما احنا هنعمل. احنا حاليا هنرشها، اللي احنا بنعمله ده مش هنخليه رجاج ناشف، احنا او مش هنخليه رجاج يعني سادة، احنا هنعمله هنرشه بالسمنة ونعمله فطير فلاحي. فطير فلاحي بقى انت براحتك، عندك سمنة بلدي، عندك زبدة ممكن ترشي بيها. ما كانش متوفر عندي سمنة بلدي فرشيتها سمنة عادية برضو جميلة خالص، هتعجبكم برضو لو جربتوها بالطريقة دي، حتى لو عملتيها بسمنة عادية خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا فردتها وبدأت ان انا ارشها بالسمنة زي ما انت شايفة كده. بعد ما ارشها كلها بالسمنة وافردها بالفرشة، ابدأ اجيب عليها رجاجة تاني واغطيها بيها كده زي ما انت شايفة. بعد كده هتني الجنب ده وادهنه بسمنة. بعد ما اعمل الفطيرة دي كمان ارشها بسمنة. لازم كل رجاجة تترش بسمنة الواحدة يا بنات، يعني الاولانية رشنا لها سمنة، التانية اللي هنحطها فوقيها نرشها سمنة، وبعد كده هنبدأ نتنيها من الجنب ده نروح نرشلها سمنة برضو. لازم بين كل طبقة وطبقة سمنة ليه يا بنات؟ عشان تبقى مورجة وتبقى حلوة، لان لو طبقتيها من غير سمنة هتطلع كلها طبقة واحدة عجينة كده، مش هتبقى حلوة خالص. لكن انت لازم بين كل طبقة وطبقة تديها سمنة عشان تطلع مورجة. هي بتطلع طعمها حلو خالص يا بنات. ده الفطير الفلاحي يا بنات، مش الفطير المشلتت، لا ده الفطير الفلاحي. ده الفطير الفلاحي العادي بتاع البيوت بتاعنا كفلاحين. لكن في فطير تاني اللي هو بيبقى المشلتت. في مرة تاني ان شاء الله اعمل معاكم الفطير المشلتت، اللي هو بتبقى جراس مدورة كده زي بتاع المحلات، لكن ده الفطير الفلاحي البيتي زي ما انت شايفة كده. الصينية بندهنها سمنة حلو، وبعد كده بس المقطع ده جه قبل ده مفيش مشاكل يعني. فاحنا دلوقتي زي ما انت شايفة كده ندهنها بس ندهن الصينية سمنة حلو. لازم الخطوة دي مهمة يا بنات عشان متلزقش معاكي في الصينية. بعد كده نرص الفطير بتاعنا فيها، ندخلها الفرن، مش بياخد وقت وبيطلع زي ما انتوا شايفين كده. طعمه حلو خالص يا بنات، والله جربوه هيعجبكم. بيوفر معاكي زي ما قلت لك، ينفع في فطار، مع شاي بلبن، مع لبن الصبح، مع جبنة وعسل، ممكن ينفع كغدا او كعشاء مع مع العسل والجبنة، بيبقى جميل جدا. جربيه. وزي ما قلت لكم المخبوزات في الشتاء حلوه، بتدفي البيت، انت شغل الفرن كده بيدفي البيت وبيدي طاقة ايجابية وبيوفر كتير في مصروف البيت معاكي. وتعلمي كده حتى لو عملتي بكمية قليلة زي ما قلت لك، ربع كيلو، نص كيلو، كيلو. زي ما انت شايفة بوريكي كده، هي كانت سخنة خالص فمش عارفة اوريكي هي مورجة وحلوة من جوه. هتبرد وافتح لك اوريكي.